السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ ويا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقاتنا هنتكلم في الكرة مع عبد الرحمن. نتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك وماتش المحلة، وهنتكلم عن مشاكل كبيرة قوي في الزمالك، يعني كبيرة جدا فوق ما تتخيل. فقبل ما نبدأ كلامنا ما تنساش تنزل تصلي على النبي في الكومنتات، اعمل اشتراك، اعمل لايك، شير الفيديو لاصحابك، مش هتخسر اي حاجه. حلقه النهارده مهمه جدا جدا جدا. هنتكلم عن التشكيل، هنتكلم عن المشاكل اللي بتحصل في الزمالك والمشاكل دي حلها ايه، وهنتكلم يانيك فيريرا. هل يانيك فيريرا هو المدير الفني اللي يكمل مع الزمالك لنهايه الموسم وفي الاخر نستنى منه نتيجه، ولا مدير فني لازم يمشي خلال فترة التوقف القادمة اللي هي هتكون خلال الشهر ده إن شاء الله بإذن الله، عشان تقدر إن أنت تجيب مدير فني سواء محلي سواء أجنبي؟ وهل الناس بتدور أصلا على مديرين فنيين ولا؟ خليني أقول لك في البداية كده إيه المشاكل اللي في الزمالك، وهقول لك في آخر الفيديو. خليك معايا لحد آخر الفيديو عشان هقول لك التشكيل اللي هيلعب بكرة بنسبة كبيرة يعني. بالمناسبة إحنا كل التشكيلات اللي إحنا قلناها قبل كده طلعت كلها صح. بعد الديربي، بعد ماتش الديربي، يانيك فيريرا دخل غرفة خلع الملابس واللعيبه دخلوا غرفه خلع الملابس وكلهم يعني اللعيبه هزقت يانيك فيريرا. في لعيبه في نادي الزمالك هزقوه بمعنى كلمه تهزيق، والراجل ما اتكلمش، الراجل ما اعترضش. وهنا بتبان قوه المدير الفني. يعني ايه بتبان قوه المدير الفني؟ يعني هنا بيبان المدير الفني ده قادر يسيطر على اللعيبه ولا لا. وللاسف يانيك فيريرا مش عارف يسيطر على اللعيبه، لان اللعيبه عندها مشاكل كتيره جدا، لان هو كمدير فني فكره مش متماشي مع فكر اللعيبه. انت كمدير فني عندك الفكر بتاعك عايز تنفذه على ارض الواقع. قلت قبل كده ان انت ما عندكش اللعيبه اللي تنفذ ده على ارض الواقع، تمام، ما عنديش مشاكل. بس لما تبقى لعيب في ارض الملعب وتبقى شايف حاجه وتروح تقول للمدير الفني والمدير الفني يتغاضى عنها، يبقى انت كده مدير فني غلطان ومدير فني ما عندكش رؤيه واضحه. لما تبقاش عارف تسيطر على اوضه اللبس واللعيبه تخش تزعق فيك واللعيبه تخش تشتمك، اللعيبه تخش تشتمك، يبقى انت مدير فني لا تصلح لقياده نادي الزمالك. اي مدير فني نجح مع الزمالك خلال الفتره الاخيره، وبالنسبه لي انا اهمهم جروس وكارتيرون وجوميز، الثلاثه دول بالترتيب جابوا بطولات مع الزمالك عشان قدروا يسيطروا على اللعيبه، في حين ان كل فتره من ده كان معاه لعيبه نجوم سوبر ستار. فلك ان تتخيل انت معاك نجوم لسه بتكتشفها ومش عارف تسيطر عليها، امال لو دول جابوا لك بطولات هتعمل فيهم هيعملوا فيك ايه اصلا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، الزمالك عنده مشكله كبيره قوي فوق ما تتخيل. يعني اللي انا هحكي فيه ده يا جدعان فوق ما الناس ما تتخيل المشاكل اللي في نادي الزمالك. اولا الزمالك ما فيهوش فلوس، خلاص واضحه، الزمالك ما فيهوش فلوس نهائي. وشفنا هشام مصري من يومين او من 3 ايام اتبرع بقرض حسن لنادي الزمالك ب 25 مليون. طيب يا كابتن هشام، في سؤالين هيتم طرحهم. ليه القرض ده او ليه المبلغ ده ما اتدفعش قبل ماتش الديربي، بحيث ان لو لعيبه اثرت نعرف ان اللعيبه احد اسباب ليه يعني اللعيبه لو اثرت في الملعب تقدر ان احنا كجمهور ننتقدها. انا كده مش هقدر ان انا اتكلم على اللعيبه باي حاجه. النقطه الثانيه، 25 مليون اللي حضرتك طلعتهم دول هيعملوا ايه؟ يعني 25 مليون تم ضخهم دول هيسددوا مستحقات لعيبه، ولا هيسددوا مستحقات مدير فني، ولا هيجيبوا ايه، ولا هيعملوا ايه، ولا هيسووا ايه، ولا هتجيب لعيبه في انهي مركز او في انهي لعبه، او هتعمل ايه بال 25 مليون؟ يعني 25 مليون بالنسبه لحضرتك هيعملوا ايه؟ المجلس ده لما جه، من احد اهم اسباب قدوم المجلس ده لنادي الزمالك ان فيهم رجال اعمال. رجال الاعمال هيقدروا ان هم يضخوا فلوس وفلوس كتيره جدا، عشان الزمالك بيعاني مشكله من مشكله، والا وهي مشكله الفلوس. الزمالك لو ما كانش بيعاني من مشكله الفلوس النادي ده كان هياخد بطولات ولاعيبه كتير جدا كانت هتكمل معاك. ولكن المشكله الاساسيه اللي بتواجه نادي الزمالك، ولما الجهاز ده او المجلس ده جه النادي وعارف ايه هي المشكله، كان هدفك الاساسي والرئيسي هو ضخ فلوس. مش انت تحط فلوس، لكن انت كمجلس انت خلاص رفعتوا ايديكوا عن اي حاجه. شكرا. كل الناس على فكره، سيبك من اللي بيحصل ده، سيبك من الشغل اللي بيحصل وتبرع وبتاع، الناس رفعت ايديها.
الناس مصدره، وقلنا الكلام ده قبل كده على ميدو وحازم امام، اللجنه الرياضيه ديت ولجنه الكوره لما كانوا مصدرينها للجمهور عشان لو في اي اخفاق يبقى هم اللي في الوش. نفس الكلام بنقوله على جون ادوارد. جون ادوارد الراجل عامل شغل كويس جدا، قد تصيب وقد تخيب، يعني مش هو الراجل مش منجم، الراجل مش مغسل وضامن جنه عشان يجيب لك لعيب، فلما يجي لك هنا يبقى لعيب يعني طموحات النادي في حته واللعيب في حته. انت بتتفرج عليه، بتشوفه، كل الكلام ده، بس الراجل ممكن يسيب ويخيب عادي جدا، وده مش تقليل من جون ادوارد، بل بالعكس الراجل عمل شغل. فالنادي ما فيهوش فلوس يا جدعان. الزمالك ما فيهوش فلوس. مشكله ارض اكتوبر لو ما اتحلتش الزمالك هيعاني من امور ماديه لما لا يقل من 3 ل5 سنين قدام، لو مشكله ارض اكتوبر ما اتحلتش. اهو الزمالك لو مشكله ارض اكتوبر ما اتحلتش والزمالك رجع الارض او الارض رجعت للزمالك، الزمالك هيعاني من امور ماديه هامه جدا، بنتكلم من 3 ل5 سنين عشان تقدر ان انت تقوم تاني على رجليك. فالناس تتصرف. حلو يا جماعه، يعني شوفوا ايه المشكله في ارض اكتوبر، عشان انا مش على تفاصيل كامله بالموضوع، بس الناس لازم تحل المشكله دي عشان تقدر ان انت تصرف على اللعيبه دي، يا اما بقى تسرح اللعيبه بقى، اقفل النادي، فاهم؟ يعني اقفلوا النادي بقى خلاص ونريح دماغنا، وعادي يا باشا بقى نروح نشجع كريكت، نشجع تنس، نشجع جولف بقى، نلعب بدل، نعمل اي حاجه. اقفلوا النادي فبس ما تصدعنوش خلاص بقى، لو مفيش فلوس اقفلوا النادي يا جدعان من الاخر. طيب تعال نتكلم في التشكيل. انا اتمنى اشوف اللعيبه دي بكره في الملعب بقى، خلاص بقى جو ان انت بتركب لعيب على لعيب وان انت بتحبه وبتكره دي خلاص احنا عايزين نبطلها يا حبيب قلبي. هم اللعيبه دول مش ولاد اخواتك خلاص. تمام. طيب اول حاجه صبحي، لان الراجل من اول الدوري هو راكب. تمام. عمر جابر انا نفسي اشوف الواد الافريقي، يعني بدل عمر جابر اشوف الواد الافريقي اللي احنا جبناه وعملنا له يا باشا مقدمه، والراجل جاي من ادغال افريقيا وبتاع. انا عايز اشوفه بقى، اتفرج عليه كده في ارض الملعب. تمام. بنتايك، محمد اسماعيل، هو حسام عبد المجيد اللي يلعب، ولكني اتمنى الونش هو اللي يلعب، لان حسام عبد المجيد يعني المفروض يريح شويه بقى خلاص، لان انت بنسبه كبيره يا حسام رايح الاهلي، وانا عارف حاجه زي كده وانت عارف حاجه زي كده، ريح شويه. نص ملعب دونجا لان محمد شحاته لسه مصاب، يعني لو عبد الله جاهز تمام، تقريبا عبد الله واخد انذار حاجه زي كده لو انا فاكر صح يعني. تمام. هيبقى دونجا واحمد حمدي واحمد شريف. احمد حمدي واحمد شريف. انا مش عايز اشوف ناصر ماهر في تشكيله الزمالك، يعني عيني مش عايزها تلمح ناصر ماهر بيلعب كره في الزمالك، اقعد دك، بس انا مش عايز اشوف ناصر ماهر بيلعب كره في الزمالك بس. والاسباب كتير قوي، انا ممكن اجيب لكم فيديو عن الكوارث اللي عملها في الديربي، فانا مش عايز اشوف ناصر ماهر في الملعب خالص. خوان لان مفيش غيره طبعا الراجل، وعندك مهاجم عمرو ناصر او عمر ناصر او عمرو ناصر وتفر اسمه ايه يعني، والباك او الوينج اليمين هو هيبقى شيكو بنزا، يعني هترجعه القايمه لو الراجل سليم. مش سليم فانت ما فيش غير ادم يعني ادم، او حط عبد الحميد معالي، حط قمع، يعني حط قمع كده في الحته دي طالما احنا مش لاقيين لها حل. تمام. حط لنا يا باشا قمع في الحته دي. ده التشكيل. احب اشوف لعيبه دي. احمد ربيع فين؟ اقول لكم احمد ربيع فين؟ احمد ربيع اتشخص غلط من الدكتور بتاع الفريق اللي جاي مع جهاز يانيك فيريرا. فالراجل بدل ما كان هيرجع في اسبوعين الراجل اصابته طولت. فين الناس ديت؟ الزمالك جاب 10 صفقات، احنا جينا قعدنا نعدهم، احنا جايبين صفقات كتير قوي، بس تحس ان مفيش، فرقه فاضيه، تحس ان الفرقه فاضيه ما فيهاش ليدر. الزمالك عنده يعني مشكله كبيره قوي يا جدعان بجد، لازم تتحل. في موضوع الفلوس لازم تتحل والله بجد، يعني سيبكم من اي حاجه. تمام. بس حلوا يعني مجلس الاداره، النداء لمجلس اداره الزمالك ولمن يهمه الامر، حلوا مشكله الفلوس بتاعه النادي بس، مش عايزين منكم حاجه تاني. ان شاء الله نكسب بكره المحله، ولو اني يعني كعاده علاء عبد العال هو بيحب الراجل
بيلعب دفاع وبيلعب على الكونتر اتاك، تعادل مع الاهلي وراجل متعادل 5 ماتشات يعني. اتمنى ان احنا نكسب بكره، واتمنى يعني يانيك فريرا لو الراجل ده يعني مش هيكمل يا جماعه من دلوقتي نمشيه خلاص يعني، مفيش حل. شكرا جدا ليكم، وانا بعتذر جدا جدا لو في اي اطاله.